اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة يلا بسرعة نحط لايك للفيديو، وياريت كمان نكمل حلقة للآخر. حلقتنا النهاردة حلقة قوية جدا، متأكدة ان هي هتعجبكم. وقبل ما نبدأ عايزة اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا من القصة اللي فاتت، وان انا بحبكم قوي. وكمان بشكر كل الناس الحلوة اللي دايما بتحط لنا تعليقات حلوة زيها، واللي لسه ما اشتركش في القناة لغاية دلوقتي يلا بسرعة، مستني ايه؟ كلنا نعمل اشتراك ونفعل جرس الاشعارات علشان توصلنا اشعارات بكل القصص الجديدة. يلا بينا نبدأ الحلقة. سليم كان داخل شقته وهو مش مصدق اللي بيحصل. قال لمراته كوثر: ايه اللي بيحصل تحت ده يا كوثر؟ كشة ايه اللي بتتنصب تحت دي؟ كوثر كانت ست كبيرة في السن، كان عندها حوالي 45 سنة. دي كشة حامد ابنك، اصل دخلته النهاردة. مش عيب يا راجل تسأل سؤال زي ده؟ ابنك هيتجوز وانت مش عارف؟ ازاي تعملي كده يا كوثر؟ انا اخويا لسه متوفي النهاردة يا شيخة، ده انا لسه جاي من دفنته وساكن معانا في نفس العمارة. اتفاجئ ان انت عازمة الناس كلها وبتجهز الفرح ابنك، هتجوز ابنك من ورايا؟ اخوك خلاص الله يرحمه، انساه يا سليم، خلينا بقى في مصلحة ولادنا. يعني ايه هنساه؟ يعني يبقى القرآن شغال في عزا اخويا وانت مشغلاه للأغاني في فرح ابنك؟ انت ايه يا شيخة ما تعرفيش ربنا؟ انا هنزل وهلغي الفرح ده. مفيش حاجة هتتلغي، الفرح هيتم في ميعاده، هيستك عينك تعمل حاجة، انت فاهم؟ جت سلمى بنتها: الحقي يا ماما، الراجل بتاع الدي جي بيلم السماعات وبيقول ان هو مش هيشغل اغاني وقت العزا، هنعمل ايه دلوقتي؟ كده الفرح هيبوظ. ما تعمليش حاجة يا روح امك، هو فاكر ايه؟ فاكر ان احنا مش هنعرف نجيب واحد غيره؟ هو اديني ما اعبد، لا الفرح ده هيتم النهارده، وسع من قدامي يا بنتي. نزلت كوثر وهي ناوية على الشر، بس يا ترى هتعمل ايه؟ وليه كانت بتكره سلفها للدرجة دي، لدرجة ان تعمل فرح يوم ميتمه؟ ده بقى اللي هنعرفه من خلال قصتنا. بداية القصة: عادل وسليم كانوا اخين توأم، متجوزين وعايشين في نفس البيت. كان بيت كبير قوي، كل واحد فيهم عايش في بيته وعنده ولاده، وكان عندهم محل عطارة بتاع ابوهم ومتشاركين فيه سوا. عادل كان عايش في الدور التاني، متجوز ست اسمها صفا، كانت ست طيبة قوي، وكان عنده ولدين وبنت. ابنه الكبير كان اسمه منير، 25 سنة، وفاتن بنته 20 سنة. أما زياد ابنه الصغير كان 17 سنة وفي الثانوية العامة. نيجي بقى عند سليم، كان متجوز كوثر، ست شرانية جدا، ما كانتش بتحب أي حد من اللي حواليها. كان معاها ولد وبنت، ابنها الكبير كان نسخة منها، اسمه حامد، 25 سنة. أما بنتها الصغيرة كان اسمها سلمى. في يوم كوثر كانت قاعدة في شقتها وسمعت صوت خبط على الباب، بس الخبط ده ما كانش على شقتها، كان في شقة سلفتها تحت. كانت قاعدة بتتفرج على التلفزيون ونادت لسلمى: انت يا بنت يا سلمى، انزلي يا بنت شوفوا مين اللي بيخبط على شقة المدعوقة اللي اسمها صفا. انا معرفش ليه الناس يا اختي ما تتصلش وتستأذن قبل ما تيجي، مش يمكن مش موجودين؟ قاعدة تخبط واحنا هنا زهقانين وقرفانين. وبالفعل سلمى فتحت باب الشقة وبصت من على السلم وعرفت مين اللي بيخبط. دخلت عند مامتها بسرعة: الحقي يا ماما، دي ندى خطيبة منير ابن عمي، هي اللي واقفة بتخبط على باب شقته. سابت كوباية الشاي من ايديها. ندى خطيبة منير؟ وايه اللي جابها يا اختي؟ اكيد طبعا ما تعرفش ان صفا وبنتها فاتن راحوا يجيبوا الجهاز بتاعها. حلو قوي الكلام ده، يبقى احنا كده جالنا عز الطلب. بنت يا سلمى، ادخلوا بسرعة هاتي حدتين الجاتوه من التلاجة وكان زيتين، وانا هنزل اجيب البت ندى هنا واقعدها معايا. يو بقى يا ماما، ما انت كنت عارفة ان انا كنت هعزم اصحابها على الجاتوه والحاجة الساقعة دي، هتقدموهم بقى الندى؟ بقولك ايه يا بنت يا سلمى، اسمعي الكلام اللي بقولك عليه، بلا اصحابك بلا زفت. نزلت بسرعة عند شقة صفا. يا اهلا وسهلا، اهلا يا ندى، ازيك يا ست البنات؟ ايه يا حبيبتي اللي موقفك على السلم كده؟ ميرسي قوي يا طنط، انا كنت جايه لطنط صفا. مش هنا يا حبيبتي، ايه اللي جايبك النهارده؟ اصل هم راحوا يجيبوا حاجات لشقه فاتن، هو انت ما تعرفيش؟ لا والله يا طنط، اصل ما رضيتش اقول لمنير، قلت اعملها له مفاجاه. هي طنط صفا مش جوه؟
لا، اصل بنتها فاتن دخلتها قربت وحددوا خلاص ميعاد الفرح. هو انت ما تعرفيش؟ ندى اتلجلجت. ها؟ لا اعرف، ربنا يسعدها. طب انا هبقى اجيلها وقت تاني. مسكت فيها. يا لهوي، ازاي بس يا ندى تمشي كده من على السلم؟ لا بقى انت تيجي لعندنا وما تدخليش شقتي؟ لازم تيجي وتقعدي معايا. اتفضلي، ده حتى البيت هينور. وبالفعل طلعت معاها ندى ودخلتها شقتها. قدمت بنتها الجاتوه الحاجة الساقعة، وابتدت كوثر تبخ سمها كالعادة. انا مش عارفة صفا عمالة تجيب كل حاجة لفاتن كده ليه؟ زي ما تكون هتتجوز في قصر مش في حتة شقة. انا صعبان عليا منير خطيبك قوي، كل الفلوس اللي بيشتغل ويتعب فيها، وبعدين امه تاخد الفلوس دي وتروح تجيب بيها جهاز لاخته. ده احنا حتى عندنا في الدور الارضي كله مليان حاجات، والحاجات دي بتاعت الست فاتن. وبرضه صفا ما بتشبعش وقاعدة تجيب لبنتها. ندى كانت قاعدة متضايقة جدا بس ما بينتش، وابتدت الغيرة تدق في قلبها. مش مشكلة يا طنط، فاتن زي أختي برضه وأنا بحب لها الخير. أيوة ما أنا عارفة، بس برضه مش كده. أنا ساعات ببقى عايزة أقول لها وفر الفلوس دي لمنير ابنك وخطيبته، خلصي لهم الشقة بسرعة علشان يتجوزوا. بس كانت تقعد تقولي لا يا كوثر، لازم نسطر بنتي فاتن الأول، لازم يجيب لها جهاز الناس كلها تحلف بيه. الندى قامت ومسكت شنطتها. متشكرة أوي يا طنط، أنا لازم بقى أمشي دلوقتي. أنت زعلت من كلامي ولا إيه؟ اسمعي بقى، أنت حلوة وزي القمر يا ندى، بدل يا حبيبتي ما تتركن على الرف. وهو أصلا الواد منير ده مش من مقامك، أنت ناسية إن هو عنده البهاء وشكله مش قد كده. يعني لما تمشي معاه في الشارع في ناس كده ممكن يعني. الندى سكتت وما اتكلمتش، وكوثر كملت كلامها. ايه رأيك بقى ان انا مستعدية اجوزك لحامد ابني في خلال شهر واحد وبس، من غير كمان ما تجيبي جهاز ولا غيره؟ ها، قلت ايه يا ندى؟ ايه يا طنط الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده؟ انت ناسي ان انا مخطوبة لمنير وانا هو بنحب بعض. اركني بس يا حبيبة الحب على جنب، فكري ورد عليا. ندى اخدت بعضها وسابتها ومشيت. اما في محل العطارة جت ست منقبة ومسكينة وراحت وقفت قدام عادل زي ما هي متعودة تروح له كل شهر وتاخد اللي فيه النصيب. عادل كان باصص في الأرض وادالها فلوس. أهلا يا أم محمد، نورت المحل، كل شهر وانت طيبة. كتر خيرك يا حاج عادل، ربنا يجعلك مستور دايما. ندى على الشاب اللي كان شغال عنده في المحل. يا مصطفى، هات شنطة من اللي موجودين عندك يا مصطفى. مصطفى جه وشوشه في ودنه. لمؤاخذة يا عادل بيه، الشنط اللي انت عاوزها سليم اخوك امرنا ان احنا نفضيها ونرجع كل الحاجات مكانها. عادل اتضايق جدا. وانتوا ازاي تسمعوا كلامه؟ ليه ما قلتلوش ان الشنط دي انا بجهزها كل شهر وبنفسي وبخصصها للناس الغلابة؟ هو انا معرفش اعتمد عليكم في حاجة ابدا؟ يا حاج قلنا له الكلام ده، بس انت عارف ان اخو حضرتك دماغه ناشفة وما بيسمعش الكلام. خلانا رجعنا كل الحاجات في اماكنها ورفض ان احنا نطلع اي حاجة للناس الغلابة. ام محمد كانت واقفة ومكسوفة قوي. خلاص يا حاج عادل، ان شاء الله ربنا سيترها معانا، مش مشكلة الشنطة الشهر ده. بقولك ايه يا ست ام محمد، انا اسف وحقك عليا عن اللي حصل، وواجبك هيوصلك لغاية باب بيتك. اعذريني، انا بعتذر منك للمرة التانية، اصل الناس اللي معانا هنا شغالين جداد ومش فاهمين النظام قوي. ام محمد اخدت بعدها ومشيت. هو فين سليم اخويا دلوقتي يا مصطفى؟ موجود في المخزن. طيب خلي بالك من المكتب هنا ومن الزباين اللي بتيجي، انا هروح له بقى دلوقتي، اكيد انا مش هعرف اتفاهم معاه هنا. وبالفعل اخد بعضه وراح لاخوه المخزن اللي كان فيه بضاعة العطارة بتاعتهم. ممكن افهم يا سليم ايه اللي انت بتعمله ده؟ ازاي توقف عادة الخير اللي انا بعملها كل شهر وتؤمر الناس ان هم يفضوا الشنط؟ عادة ايه يا راجل؟ ربنا ما يقطع لك عادة. الناس اللي بتدوهم دول مش ناس غلابة ولا حاجة، دول بس عاملين نفسهم محتاجين وهم عندهم الخير قد كده. استغفر الله العظيم يا رب. انت مالك انت يا سليم؟ اذا كانوا فقراء ولا اغنياء هو انت هتعرف اكتر مني؟ وبعدين الحاجات دي بتروح لناس ارامل واصحاب معاشات قوتهم على قدهم. الحاجات دي بينه وبين ربنا، بتتدخل فيها ليه؟ مالكش دعوة بيها. ازاي تتدخل وتقول للعمال ان يشيلوا الحاجات من الاكياس ويرجعوها مكانها؟
وبعدين قلت لك مليون مرة إن الحاجات دي من حر مالي، من نصيب يا سيدي. انت مالكش علاقة بالحاجات دي. مالك ده ايه؟ المال هنا مالي. انت ناسي ان انا شريكك في كل حاجة؟ يعني الفلوس دي مش بتاعتك لوحدك ولا دي تجارتك لوحدك، احنا هنا شركة في كل حاجة. والمفروض قبل ما تعمل اي حاجة تقولي، ما اسمحلكش ان انت تقعد تبعتر في المال بالطريقة دي. احنا عندنا عيال، وعيالنا اولى بالفلوس اللي انت بتبعترها. انا عمري ما هبطل اللي انا بعمله يا سليم. انا الحمد لله ربنا ساترها معايا ومع اولادي ومبارك لي في رزقي، وعلشان خاطر الخير اللي انا بعمله ومش هسمح لك ان انت تقطعه. وزي ما بقولك الحاجات دي انا بعملها من نصيبي في الربح، ما بقربش من نصيبك. هو انت ليه مش عاوز تصدق؟ وبنفسه مسك الاكياس تاني وبدأ يعبيها من البضاعة الجديدة اللي كانت لسه جايه وما اتفتحتش عشان ياخد منها للناس الغلابة الاول. سليم كان واقف ومتضايق جدا. انا مش هسمح لك تقعد تبعتر في المال اكتر من كده يا عادل، وعلشان تستريح انا بقى بقول ان انا وانت نلغي الشراكة، كل واحد فينا يتصرف بمزاجه. انت هتديني حقي، يا اما تديني فلوس او تديني نص البضاعة ونص المحل، اختار. عادل وقف وبص لاخوه بحزن. يعني انت شايف كده يا سليم؟ ده اخر كلام عندك؟ عاوز تفض الشراكة اللي بيني وبينك؟ ايوه يا عادل، هو ده اخر كلام عندي، وانا مش هشاركك تاني. انت حر يا سليم. الرجالة بياخدوا نص البضاعة اللي في المخزن، ونص المحل انا يا سيدي هشتريهولك وبالسعر اللي انت عايزه، وربنا يصلح لك حالك يا اخويا. وبعدها اخد بعضه ومشي وكان متضايق قوي. بالليل في بيت العيلة وصلت صفا وبنتها قدام الشقة، وكان معاهم اكياس كتيرة جدا من الحاجات اللي كانوا شاريينها. سلمى كانت نازلة من فوق بالصدفة. ايه ده؟ ازيك يا طنط صفا؟ ازيك يا فاتن؟ بسم الله ما شاء الله، هي دي بقى الحاجات اللي انتوا جايبينها علشان الجهاز؟ انا نفسي اتفرج. فاتن بصت لها وضحكت. ابقي تعالي يا سلمى اتفرجي عندنا في الشقة، بس من غير مامتك لو سمحتي. صفا بصت للبنت. لا مؤاخذة يا بنتي، انت عارفة بقى امك وعارفة عينيها. طب انتوا اتأخرتوا كده ليه؟ ندى خطيبة منير كانت هنا وكانت جاية تزوركم، بتقول كانت عاملاها مفاجأة. لما ما لقيتكوش ماما نزلت واخدتها وقعدتها في شقتنا شوية. صفا اول ما سمعت الكلمة دي قلقت قوي. ايه بتقول ايه يا سلمى يا بنتي؟ اخدتها على فوق؟ استرها يا رب. طيب ما تعرفش يا بنتي امك قالت ايه لندى؟ سلمى ارتبكت جدا. متأسفة قوي يا طنط، انا هنزل بقى دلوقتي عشان اجيب الطلبات من السوق، اصل ماما طلبت مني اشتري لها حاجات كتيرة قوي. سابتهم وجريت فورا. صفا فتحت باب الشقة ودخلت هي وبنتها. استرها يا رب، جيب العواقب سليمة، حكم انا عارفة ان كوثر سلفتي دي مش هتجيبها لبر. مالك بس يا ماما، انت قلقانة كده ليه؟ هي يعني ندى كانت عيلة صغيرة؟ انت ما تعرفيش كوثر مرات عمك؟ انا ما بخافش في الدنيا اكتر من الست دي. انا خايفة لا تكون قالت لها حاجة كده ولا كده. يا رب جيب العواقب سليمة وابعدها عنا واكفلنا شرها، ابعدها عنا يا رب. يا ماما ما تقلقيش، بس سلمها لله. المهم عايزين نكلم اهل محمود خطيبي عشان نقول لهم ان كده احنا خلصنا كل حاجة، مفيش غير الستار وبس. طيب يا بنت زي بعض وكلميه. اما بالليل في اوضة منير كان بيكلم ندى خطيبته في التليفون. ايوه يا منير، انت ازاي ما تقوليش ان انت حددته ميعاد فرح اختك؟ منير رد عليها من غير نفس. معلش كنت ناوي اقولك بس كنت مالها في الشغل. انت عرفت منين؟ سيبك عرفت منين يا منير، انا عايز اعرف دلوقتي اشمعنى حددته فرح اختك واحنا ما نعرفش؟ ايه ركننا على الرف يعني؟ اكمننا ناس غلابة ومش قد المقام. يا ندى مش حكاية مركونين على الرف، انا عن نفسي يا ستي شقتي جاهزة ومستنيك لما تخلصي شراء الجهاز بتاعك. انا مش عايزة اضيق عليك لا انت ولا اهلك، لان عارف ظروفكم كويس، فعلشان كده انا اللي منتظر. يا سلام، يعني انت عاوز تفهمني ان انت مأجل فرحنا بسبب ظروفي انا واهلي، ولا علشان بقى انت عاوز تجوز اختك فاتن الاول وتجيبوا لها جهاز بقى الحتة كلها تحكي عنه؟ يو بقى يا فاتن، انا مش فاهم انت حاطه نقرك من نقر اختي ليه ودايما كده تقعدي تقارن نفسك بيها؟ سيادتك طبعا مش مهتم بيا، اهم حاجه عندك اختك وجوازها، واحنا بقالنا سنتين مخطوبين ومش عاوز تقدم ميعاد الفرح ولا حتى عاوز تساعدني في الجهاز بتاعي. ما انت على قلبكم فلوس قد كده،
المفروض تساعدني. فاتن، انت عايزة ايه دلوقتي؟ انا تعبان وعايزة استريح، انا طول النهار واقف على رجليا في الشغل. تحدد ميعاد فرحنا في نفس اليوم بتاع فرح اختك فاتن، وفي نفس القاعة، وانا وهي نروح في نفس السنتر. منير رد عليها بضيق: تصبح على خير يا ندى. قفل في وشها السكة، وندى كانت متضايقة جدا وجزت على اسنانها. قامت طلعت بره لأمها: شفتي يا ماما، مش قلتلك؟ مرضاش يعمل فرحنا مع أخته في نفس الليلة، وقفل في وش السكة. سعدية أمها كانت ست صعبة قوي، كانت قاعدة في الصالة بتاعتهم اللي هي صالة بسيطة جدا، كان باين عليهم الفقر. طيب يا أختي، عرفت ليه مش عاوز يقدم ميعاد الفرح؟ عامل حجتي يا ماما إن إحنا لسه ما جهزناش، أنا حاساه كده بيلاوع، زي ما يكون مش عاوز يكمل معايا. ما يكملش ازاي يا بت؟ هو هيلاقي فين واحدة زيك؟ وبعدين مش كفاية ان احنا رضينا بيه، على الرغم يعني ان عنده، ولا بلاش. فعلا يا ماما انت عندك حق، كوثر كمان مرات عمه عندها حق. تعرفي، انا بفكر اسيبه واخد حامد ابن عمه بداله. ما هي الست كوثر عرضت عليا ان حامد ابنها يخطبني. خلاص يا بت، طالما انت عينيكي دلوقتي بقت من الواد حامد، احنا نعمل الحكاية دي تلكيكة علشان تسيبيه وتتجوزي ابن عمه زي ما وعدتك الست كوثر. اما عند سليم وكوثر، قعد وحكى لها عن اللي حصل بينه وبين اخوه في المحل. كوثر اتجننت وقامت وقعدت تزغرط: بالزغرات ليه دلوقتي يا ولية؟ اسكت اسكت يا سليم، انا ودي انزل افرق على الشارع كله شربات. اخيرا يا اخويا خلصنا من الشبكة الزفت اللي كانت مع اخوك دي، ده كان واخد رزقك يا اخويا. يا كوثر ما تقوليش كده، عادل اخويا عمره ما قصر معانا في اي حاجة. انا كل خوفي دلوقتي لما افصل معاه في الشغل معرفش اسد، وما نكسبش نفس المكاسب اللي كنا بنكسبها سوا. انت عارفة ان اخويا عادل شاطر في الشغلانة دي. انت شكلك كده اهبل وما بتشوفش، ده اخوك ده هو اللي واخد شقاك. انت مش شايف ربنا كرمه ازاي، والفلوس على قلبهم قد كده، مع اننا شركة في نفس المحل. احنا جنبهم غلابة قوي، قاعدين بس نتفرج عليهم وهم بيصرفوا. دي لسه مراته جاية النهاردة من السوق وجايبة شيء وشويات لبنتها اللي هتتجوز. انا نفسي افهم يوم الفرش ده هينقلوا الحاجات دي كلها ازاي؟ ده مالية الشقة اللي تحت حاجات لبنتها. على رأيك، انا اخويا كل شهر بيفرق اكتر من 50 شنطة مليانة رز ومكرونة وسمنة للناس الغلابة، وكل ما اسأله يقول لي من فلوسي مش من فلوسك. المال كله على بعضه، اعرف منين بقى اذا كان بياخد من فلوسي ولا لا؟ اخيرا يا سليم ابتديت تفكر وتفهمني. ايوه يا ستي، ده احنا خلصنا من الشراكة، وهو اداني نص البضاعة اللي في المخزن، وهيشتري لي محل على الناصية. خلاص استريحت يا كوثر، اظن بقى نسيبهم في حالهم دلوقتي واحنا في حالنا، ما نبصش عليهم ولا هم يبصوا علينا. اهدي شوية من ناحيتهم، مش كل ما اقعد معاكي تقعدي تقولي لي صفا مرات اخوك عملت، بنت اخوك عملت. ده من ده يا اخويا؟ وبعدين لا طبعا مش كفاية، انا نفسي اشفي غليلي في اللي اسمها صفا دي، طول عمرها كده شايفة نفسها احسن مني، اكمنها يعني بنت حسب ونسب ومتعلمة وانا لا. الناس كلها بتحبها، تعرف لو اتخدش خدش صغير تلاقي كل الحتة بيسألوا عليها. انما انا بقى لو حصل لي حاجة ولا حد بيسأل فيا، حتى اهل ذات نفسهم محدش فيهم عاوز يعرفني، مع ان احسن من صفا دي مليون مرة. فضلت كالعادة تشكر في نفسها، وجوزها سليم قاعد بيسمعها ومتحملها بالعافية، لانه كان عارف ان مراته واحدة مريضة وقلبها مليان بالحقد والغل من ناحية سلفتها واخوه. اما عند صفا وعادل، كانوا قاعدين سوا في اوضه النوم. عادل حكى لمراته عن اللي حصل. صفا كانت قاعدة زعلانة قوي. وليه طوعته بس يا عادل؟ هو انت يعني مش عارف سليم اخوك ده قلب ابيض وبينزل على مفيش؟ انا خايفة يا اخويا لا يفتح محل وما يعرفش يديره بنفسه، انت عارف ان اخوك خايف في موضوع التجارة ده. احسن كده يا صفا، دي مش اول مرة اخويا يقعد يضايقني في الشغل ويطلب مني ان احنا كل واحد يروح لحاله. ده من زمان وانا صابر عليه وساكت وبتحمل، وبعدين انا حافظه وعارفه كويس قوي اللي هو فيه ده مش من دماغه، ده من دماغ مراته وعمايلها. انا مش فاهم الولية اللي اسمها كوثر دي هتتهدي امتى وتتقي ربنا في نفسها وفي ولادها. عندك حق يا عادل، الله يسامحها الست دي، استغلت عدم وجودنا النهارده في البيت
وأخدت ندى خطيبة ابنك عندهم واتكلمت معاه. اسكت اسكت، أنا من وقتها وأنا قلبي مكركب قوي. ربنا يستر والجوازة دي تكمل على خير. حكم أنا خايفة يعني لا تكون كوثر قالت للبيت حاجة. تقول ولا ما تقولش؟ وبعدين هي ندى دي أصلا نسب؟ ده أنا وافقت بس علشان خاطرك انت وعلشان خاطر ابنك، لكن ندى دي وأمها ما كانوش داخلين دماغي من الأول. ما تقولش كده يا عادل، ابنك فرحان بالبيت وما صدقنا ان احنا لقينا عروسة توافق عليه. ما انت عارف يا اخويا ظروفه، وعارف الموضوع الجلد اللي عنده ده مأثر شوية في نفسيته. ابنك زي الفل يا صفا، مفيش راجل بتعيب بحاجة، بلاش توهمي بالكلام ده. بقولك ايه يا صفا، مالك كده يا اختي حلويتي فجأة؟ تعرفي بحس ان انت بتوحشيني قوي انت والعيال وانا في الشغل، مش عارف ليه. يمكن علشان بقيت بتهتم بالشغل اكتر مننا. عندك حق، ربنا يقدرنا ويسعدكم. قوليلي، انت جبت الرفايع اللي قلتلك عليها؟ ايوه يا اخويا جبتهم وجهزتهم في شنط. كويس، ابقى فكري بقى اخدهم معايا الصبح وانا رايح الشغل عشان ابعتهم للست ام محمد مع الشنطه بتاعت الشهر. اصل كمان بنتها قربت تتجوز وعايزين كل شهر كده نشتري لها كام حاجه في جهازها. ربنا يديك الصحه يا عادل وتعمل الخير دايما يا اخويا. تاني يوم راحت الست سعديه والدة ندى وكان معاها ندى بنتها، راحت على بيت صفا. صفا قابلتهم بالترحاب. اهلا وسهلا يا ست سعديه. اهلا يا ندى يا بنتي، نورتونا. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ربنا يخليك يا ست صفا ويعز مقدارك. قوليلي بس الاول، هو الحاج عادل موجود؟ صفا استغربت سؤالها قوي. ايوه يا حبيبتي موجود. خير في حاجه؟ قلقتني بسؤالك. لا مفيش حاجه، احنا بس كنا عايزين نسلم عليه، وبصراحه كده كنت عايزاه في كلمتين مهمين. طيب اتفضلي اقعدي يا ست سعديه وانا هدخل انادي على عادل. بعد ما مشيت صفا دخلت فاتن وسلمت عليهم، وسعديه بصت لها بغيظ. الف الف مبروك يا فاتن يا بنتي، كده برضو تحددوا ميعاد الفرح وتقربي تتجوزي من غير ما تقولي لنا؟ هو ده كلام؟ مش احنا برضو المفروض بقينا عيله؟ والله يا طنط ما نقصدش، حقك عليا، ده احنا حتى يدوب لسه محددين الفرح اول امبارح طول اليوم كنت بشتري في الحاجات اللي ناقصه وما فضتش خالص. هو انا كنت فاكره اصلا ان منير اخويا هيقول لكم. معلش حصل خير، الظهر انه نسي. على العموم انا كده ولا كده كنت هعزمكم، انتوا اصلا اول المعزومين. ندى بصت لها بغيظ. طيب مش هتفرجيني بقى على الحاجات اللي انت جبتها امبارح يا فاتن؟ ايوه طبعا، اتفضلي. بعد ما مشيت ندى وفاتن جه عادل وقعد مع سعديه. اهلا وسهلا يا ست سعديه، منوره البيت. بقى يا اخويا هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه. البت دلوقتي بقالها 2 مخطوبه لابنك وقبل خطوبه بنتك كمان. انت بسم الله ما شاء الله من ساعه ما جه العريس لفاتن وانت بتجيب لها شيء وشويات، وناس ابنك منير خالص وشقته وكده ما يرضيش ربنا خالص. ابن شقته جاهزه يا ست سعديه، واقفه بس على العفش. احنا اتفقنا ان انتوا لما تجهزوا احنا هنشتري العفش في يوم واحد، كل ده علشان يبقاش العفش جديد مش قديم. ومن 2 لغايه دلوقتي انتوا اللي لسه ما جهزتوش، نعمل ايه بقى؟ ما هو يا اخويا المفروض المليان يكب على الفاضي. انتوا بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدك عندك كتير، يعني مش هتخسر حاجه لما تكمل الحاجات اللي ناقصه بنتي. الحاجات دي كده كده هتبقى في بيتكم. انا اسمع عنك ان انت راجل بتعمل خير كتير قوي، وبنتي يتيمه زي ما انت شايف وملهاش حد. الخير ده بدل ما تعمله مع الغريب اعمله معانا احنا. خلاص يا ست ام ندى ما تشيليش هم بقيه الجهاز، وباذن الله هنحدد وقت جوازهم قريب، بس اصبروا عليا شويه. ونحدد ونتعب نفسنا ليه بس يا حاج؟ ما نخلي الفرحه فرحتين ونجوزهم مع المحروسه بنتك. انا سمعت من اهل الحته ان فرحها هيتعمل في قاعه شيك قوي. صفاء بصت لها. ما تهدي بس يا ست سعديه، اللي مأجر القاعه دي يبقى العريس، احنا ملناش دخل بموضوع القاعه. وبعدين احنا عايزين فرح ابني يبقى لوحده، وبعدين مش هنعرف نعمل الفرحين سوا. صدقيني مش هتبقى حلوه. احنا ان شاء الله بعد جواز فاتن بشهر نبقى نجوز منير وندى. سعديه بصت لها. انا شايفه ان احنا نجوز منير وندى الاول. ايه رايك بقى لما نجوزهم بعد اسبوعين وفاتن تتجوز بعدهم؟
عادل بصلها، لا حول ولا قوة الا بالله. في ايه بس يا ست انتي؟ جواز ايه اللي بيتم بالامر كده؟ هو انت عايزة تجوزي بنتك قبل بنتنا وخلاص؟ ايوه، انا بنتي لازم تتجوز قبل بنتكم، ولو موافقتوش احنا حرين بقى تشوفوا لكم عروسة تانية لابنكم اذا لقيتوا اصلا حد يوافق بيه. صفا كانت قاعدة متضايقة قوي من كلامها. في ايه بس يا ست سعدية؟ ما بلاش الكلام ده، وربنا يصلح حالهم واتجوزوا قريب. عادل في الوقت ده وقف مراته عن الكلام وقام وقف. خلاص يا ست سعدية اللي تشوفيه واللي يريحك، الجواز عمره ما كان بالغصب، وبنات الحلال كتير، لو انتوا مش عايزين تكملوا في الجوازة يا اهلا وسهلا. سعدية في الوقت ده قامت وقفت. بقى كده يا حاج عادل؟ ماشي يا ابن الاصول، ياللي كل الناس بتحلف بيك وبتتحالف باخلاقك. صفا كانت هتجري وراها، لكن عادل مسك ايدها. لا يا صفا، ما تروحيش وراها، الحمد لله ان هي جت من عندهم، سعدية وبنتها ما يلزموناش. وبعدها صفا بصت لعادل. ليه كده بس يا عادل؟ ما كنت تمشي امورك معاهم يا اخويا، وكنا جوزنا ابنك منير. ليه كده بس تكسر قلبه وفرحته؟ احمد ربنا يا صفا ان هي جت من عندهم، الناس دولت انا ما صدقت ان هم غاروا في 60 داهية. بس انا خايفة على ابنك قوي، وخايفة ان محدش يرضى بيه تاني. ما تقلقيش، رزقه عند اللي خلقه، وهتبقى واحدة شبهنا، ما تزعليش انت بس. بعد ما وصل السعدية وبنتها على البيت، يلا يا بنت يا ندى، اتصلي فورا دلوقتي بالست كوثر وقولي لها ان انت فسخت خطوبتك من منير، خلوهم يجي يخطبوك الحامد علشان نعرفهم ان احنا مش قليلين. بس كده يا ماما، من عينيا. بس ايه رأيك، احنا مش هنرجع لهم الشبكة؟ شبكة ايه يا بنت اللي هنرجعها؟ ليه؟ مش هما اللي سابونا برضو؟ الشبكة تبقى من حقك. وبالفعل ندى اتصلت بكوثر وحكت لها عن اللي حصل. كوثر كانت فرحانة قوي. ألف ألف مبروك يا ندى يا حبيبتي. أيوة، خليكي ناصحة، خد اللي يقدرك ويليق بيكي. منير ده مش من مقامك خالص، انت عايزة شاب طول بعرض ما فيهوش غلطة زي حامد ابني كده. أنا ما بتصلش بيكي علشان حاجة يا طنط كوثر، أنا بس زعلت قوي من جوايا إن عم عادل ما قدرنيش وفشكل الخطوبة كده بسهولة. أيوة يا حبيبتي، فهماكي، احنا مش هنضيع وقت، يوم الجمعة الجاية هنيجي نقرأ الفاتحة ونلبس دبل، وزي ما وعدتك شهر واحد بس وهتتجوزي انت وحامد ابني. ماشي يا طنط كوثر اللي تشوفيه. قفلت معاه وهي فرحانة جدا، وبصت لسعدية. باركلي ياما، هاجي يخطبوني يوم الجمعة الجاية. أما في مكتب عادل جه مصطفى اللي شغال عنده. الحق يا حاج عادل، سليم اخو حضرتك استأجر مخزن أي كلام كده وهيحط فيه بضاعته، والحاجات زي ما حضرتك عارف الحاجات دي غالية وبفلوس كتيرة قوي، كده هتروح على الفاضي والفيران والعرس هياكلوها. طيب ما روحتش تقول له الكلام ده بس ليه يا مصطفى، وتشوف له مخزن في منطقة كويسة؟ حكم انا عارف سليم اخويا ما بفهمش في الشغل بتاعنا كويس. ما احنا قلنا له يا حاج، بس ما بيسمعش كلام اي حد، مصمم انه يأجر المخزن ده علشان ايجاره قليل. طيب خد بالك هنا من المكتب ومن المحل وانا هروح له. خرج بالفعل عادل وراح المخزن الجديد اللي اخوه استأجره. كان مكان على الطوب الاحمر، وكان فيه شباك مفتوح وفيه منور على مواسير. عادل بصله. ايه يا سليم المخزن اللي انت مأجره ده حتى الباب بتاعه مخلع، وممكن اي حرامي يزقه برجله ويدخل ياخد البضاعة اللي هو عاوزها. يا سلام، هي الحكاية كانت سايبة ولا ايه عادل؟ ما تقلقش انت، اذا كان يا سيدي على الباب انا كلمت الحداد وهيغيره بكرة. طيب بالنسبة بقى للمنور اللي هيدخلك فيران هنا، يا ابني نصيحة مني اخلع من المخزن ده مش حلو. خد لك مخزن في مكان كويس وآمن عشان تحافظ على البضاعة بتاعتك. انت عايز تغرمني وخلاص يا عادل؟ مالكش دعوة، خليك انت في تجارتك وفي حالك، مش كل واحد فينا بقى بيتاجر لوحده، ما تجيش تتدخل في شغلي. ماشي يا سليم، انت حر، انا نصحتك. سابه ومشي، وكان متضايق جدا على البضاعة اللي هتبوظ في المخزن، بس مفيش في ايده اي حاجة، واخوه كان راسه ناشفة وما كانش بيفهم في الشغل كويس. اما في شقة عادل، منير قام ووقف وما كانش مصدق اللي بيسمعه. انت بتتكلمي بجد يا ماما؟ يعني انا وندى كده سيبنا بعض؟ تعرفي ان انا مبسوط قوي باللي حصل. الله، انت بجد مبسوط يا منير ولا كنت يا واد زعلان وبتتريق؟ ده انا داخله اقول لك وخايفه ان انت تزعل مني.
وازعل منك ليه بس يا امي؟ ده انا بحمد ربنا ان انا نفدت من الجوازه دي. اصل ندى دي انا كنت مشدود لها في الاول، كنت شايفها ان هي بنت مفيش زيها، لكن لما قربت منها لقيتها واحده كده بجحه وانانيه. بصراحه انا لاحظت ان هما كانوا طمعانين فينا. صفا انبسطت قوي وفرحت ان ابنها مزعلش. يبقى يا ابن ابوك كان عنده حق، قال ان هما ناس ما يستاهلوش. ربنا يصلح حالك وحالهم ويبعدهم عننا. شد حيلك بقى وشوف بنت الحلال، وان شاء الله تلاقي اللي تستهلك وتنور طريقك. مر اسبوع وصفا كانت بتعزم الناس عشان كاتب كتاب بنتها اللي كان بعد اسبوع، ولما رجعت اتفاجئت بكوثر بتقول لها: جرى ايه يا صفا يا حبيبتي؟ انا من الصبح برن عليكي ومحدش بيرد، هو انت كنت فين؟ معلش يا كوثر، كنت بعزم الناس. انت ناسي ان كاتب كتاب فاتن بعد اسبوع. ربنا يكمل لها على خير، ويكمل لك يا حامد يا ابني على خير انت كمان. ايه ده؟ هو حامد ابنك هيخطب؟ ليه؟ هو انت ما تعرفيش؟ مش حامد ابن خطب وفرح الاسبوع الجاي؟ الف الف مبروك، ربنا يكمل له على خير. ولسه هتاخد بعضها وتدخل البيت، راحت كوثر وقفتها: انت ما تعرفيش مين العروسه؟ العروسه تبقى ندى بنت سعديه. صفا اتضايقت جدا من جواها بس ما بينتش، طبطبت على كوثر: الف مبروك يا حبيبتي، ما جمع الا ما وفق. وسابتها ومشيت. وكوثر اتضايقت جدا. دار على زعلك براحتك يا صفا، بكره ان شاء الله هننبسط قوي لما اشوفه على وشك ووش ابنك. اما في الصاله بعد ما الكل مشوا بعد قرايه الفاتحه ولبس الدبل، حامد قام وقف: يلا يا ندى بوسي ايدين امي تبقى بركتنا، لو انت نلت رضاها هتبقى رضيتنا كلنا. وبالفعل ندى قامت وبست ايدين حماتها كوثر. يسعدك ويهنيك يا ندى، اقعدي جنبي يا بت، انا عايزاكي في كلمتين مهمين. انا وفيت بوعد معاكي، عايزاك انت كمان تشرفيني وتعملي اللي هقولك عليه. انا مش عايزه حد يقول ان ابن اخد الفضله بتاعت ابن صفا. مش فاهمه يا طنط، حضرتك عايزه تقولي ايه بالظبط؟ عايزاكي تقولي على ابن صفا ان هو ما منوش. يعني ايه؟ انا مش فاهمه، ما منوش ازاي يعني؟ يعني تقول ان منير صحيا غير مؤهل للزواج وما ينفعش، وتقول ان انت اخدت له الدكتور واتاكدت بنفسك من الحكايه دي علشان كده سبتيه. ندى سكتت وما اتكلمتش. انا بقول كده علشان احافظ على شكلك وشكل ابني، مش انت برضه هتبقي معانا في نفس البيت عشان محدش يقول انت سبت منير واخدت ابن عمه. ماشي يا طنط اللي تشوفيه، هقول اللي انت عايزاه. في نفس يوم شيل عزال فاتن بعد كاتب كتابها هي ومحمود، الناس مشيت والدنيا بقت هاديه، ومنير اتخانق مع حامد ابن عمه ومسك في قميصه لما عرف الكلام اللي مطلعينه عليه في الحته. انت هتسيبها يعني هتسيبها يا حامد؟ جوازتك من ندى مش هتكمل. في ايه بس يا منير؟ انت متضايق كده ليه؟ كل ده علشان ندى سابتك واختارتني انا؟ انت زعلان بقى علشان فضحتك وكشفت سرك في الحته كلها؟ السر ايه اللي كشفته؟ انا ما عنديش اسرار، ندى دي كدابه. الاشاعه اللي انتوا الاتنين طبختوها سوا مش هسامحكم فيها ابدا، منكم لله. انتوا بتقولوا كده علشان توقفوا حالي وملقاش عروسه ترضى بيا. فجاه منير اغمى عليه، عادل جري بسرعه على ابنه وشاله. كوثر عينيها كانت هتطلع على عادل وهو بيشيل ابنه وبيطلعه على فوق، كان شايله وطالع السلم. كوثر وهي واقفه مكانها: ايه الصحه دي كلها يا عادل؟ انت كل ما بتكبر وصحتك بتزيد مش باين عليك السن؟ يا بختها بيك صفا، يا ريتني كنت اتجوزتك انت احسن من سليم ابو عقل صغير اللي ما بيفهمش. لما وصل عادل على شقته نزل ابنه على السرير. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا منير؟ فضيحة ايه يا ابن اللي هو بيتكلم عنها؟ منير كان على السرير وزعلان وكان بيبكي. ندى وحامد يابا طلعوا عني اشاعة في الحتة ان انا ضعيف ومنفعش للجواز، وعلشان كده ندى سابتني. حامد ابن عم امن على كلامها بما انه طبعا ابن عمي وعارف كل اسراري. انا يابا ضيعان هما الاتنين، مفيش عروسة في الحتة كلها تقبل بيا. من دي اللي هترضى تاخد واحد اتقال عنه الكلام ده؟ صفا كانت قاعدة بتبكي على ابنها. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، فوضت أمر لله. ما تقلقش يا منير يا ابني، ربنا هيجيب لك حقك. نزل عادل من شقته وكان متضايق، كان زعلان قوي بسبب عمايل ابن أخوه ومراته، وراح محل العطارة وفضل قاعد على المكتب
وبعد شوية حس بدوخة وأغمى عليه. مصطفى اللي شغال معاه في المحل أخد وداه المستشفى. بعد ما عمل التحاليل والفحوصات اللازمة اكتشف إن عنده الكانسر، وكمان في مرحلة متأخرة. كان قاعد في أوضة لوحده وبياخد محاليل وأدوية. بص لمصطفى: اسمع يا مصطفى يا ابني، انت مش هتجيب سيرة لأي حد إن أنا عندي المرض ده. وما جيبش سيرة لحد ازاي بس يا حاج؟ لازم الناس كلها تعرف علشان ياخدوا بالهم منك. انت دلوقتي مش زي الأول. محدش هيعرف، يعني محدش هيعرف. لازم فرح بنتي فاتن يتم في ميعاده، وبعد كده اللي يحصل يحصل. مصطفى كان زعلان قوي على حال عادل، بس احترم رغبته وما جابش سيرة لحد. مرت الأيام وعدى فرح فاتن على خير، وبعدها بأسبوع عادل حس بتعب شديد وراح المستشفى، وهناك ما كملش يومين وتوفى. كوثر أول ما سمعت خبر وفاته الفرحة ما كانتش سايعاها. قررت إن هي تعمل فرح ابنها حامد في نفس اليوم. يا ترى إيه اللي هيحصل في الفرح ده؟ وإيه اللي هيحصل بعد الفرح؟ وإيه المصايب اللي هتحط على كوثر وابنها بعد ما تعمل الفرح في يوم العزا بالظبط؟ ده بقى هنعرفه مع بعض الحلقة الجاية. تفتكروا كوثر بتعمل كل ده ليه؟ كل ده هنعرفه مع بعض الحلقة الجاية. بس يا ترى اللي اسمها كوثر نهايتها هتبقى عاملة ازاي؟ أتمنى أشوف توقعاتكم في التعليقات. ودي كانت نهاية حلقتنا. أشوفكم بكرة على خير في الحلقة الأخيرة إن شاء الله.